ولسه مكملين في نواعم العيد. عملنا الكحك الدايب وقلنا على كل اسراره وتكاته ومقاديره. النهارده هنعمل البسكوت. هنطلع بسكوته كده هشه ومقرمشه وحلوه جدا، وهقول لكم ازاي لحد اخر بسكوته يفضل معاكم مقرمش وهش كده وخفيف وجميل. يلا بقى حطي لايك للفيديو، قولي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونخش نشوف المقادير بتاعه البسكوت ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجه كده انا هعمل 2 كيلو بسكوت، يعني 2 كيلو من الدقيق. انا هقولك مقادير الكيلو واحد، ولو حابه بقى تضاعفي بعد كده تضاعفي زي ما انت ما عايزه. حابه تقللي تعملي نص كيلو تمام، بس طبعا مفيش حد بيعمل نص كيلو كله بيعمل اقل حاجه كيلو دقيق. فانا هقولك على مقادير كيلو دقيق، وضعفي بقى زي ما انت عايزه، 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو براحتك. تمام، دي المقادير اللي قدامكم دي بتاعت 2 كيلو من الدقيق. انا هقولك بقى على مقادير الكيلو. مقادير كيلو الدقيق بتاخد معايا 350 جرام من السمنه او 400 جرام من الزبده، بحط عليهم 4 بيضات، كمان معايا تلت كوبايه من الزيت، ومعايا 250 جرام من السكر او 350 جرام سكر، يعني ربع كيلو وشويه، وكيس بيكنج باودر، ومعلقه كبيره من ريحه البرتقال او قصنص البرتقال. بصوا انا هنا اول حاجه بعملها ايه، حطيت سكر البودره وهحط عليه كمان دلوقتي دي المقادير بالجرامات. هقول لكم دلوقتي المقادير بالكوبايه، وهقول لك لو انت اول حاجه بالزبده هتعملي ايه. اول حاجه عملتها مقادير الزبده، السكر هي باودر كده مش هتفرق كتير، سواء عايزه تشتغلي بالسمنه ماشي، عايزه تشتغلي مع بعض كويس ماشي، عايزه تشتغلي لحد ما لونهم بخليط زبده على سمنه برده ماشي، السمنه يختلطوا ببعض كويس طبعا، وعاملين زي الكريمه. بلاش الزيت اللي هتشوفوا دلوقتي كل ده طبعا مش هيبقى حاجه كويسه. هضربهم بقى كويس كده بالمضرب. تعالوا اقول لكم بقى على سمنه على زيت المقادير على بعض. كوبايه لو انت ما عندكيش السكر البودره كيلو دقيق بيعمل معايا 8 مجات من المج العادي بتاع المقادير بقى بتاعتي. كيلو دقيق عليه 400 جرام من الزبده او 300 جرام من الكوبايات من تمام. هنحط واربع بيضات زي ما اتفقنا من الزيت، ودي عشان بس دي كوبايتين من لون البسكوت وتحمروا تديله لون ذهبي شويه. تلت كوب هتحطي كمان من الزيت، و50 جرام من ربع من السكر البودر ده على الكيلو الدقيق، وهتحطي 3 بيضات ومعلقه كبيره ونص الكحك او كيس بيكنج باودر، يعني هتحطي معلقه صغيره كله فيه من الفانيليا معلقه كبيره ونص. هنا معايا البيض انا نزلت عليه معلقه كبيره من الفانيليا، واحط عليه معلقه برتقال او ريحه البرتقال لو انت عايزه ريحه البرتقال، مش عايزه برتقال خالص. انا كنت عاملاه في البيت اللي هي بودره معلقه كبيره من الفانيليا، وهتحطي قشر البرتقال زي ما كنت عامله معاكم الفيديو بتاع التانج. طبعا انا طحنت شويه قشر برتقال كتير جدا وعينت منهم شويه زي ما قلت لكم. انا عينتهم لو هعمل كيكه بالبرتقال او بسكوت بالبرتقال هستخدمه، يبقى ريحه برتقال. عايزه اقول لكم ريحته قويه جدا جدا ومركزه. حطيت منه كده ايه معلقه كبيره زي ما انتم شايفين، مخلي ريحته برتقال وطعمه وريحته تحفه. هسيب لكم الفيديو ده في نهايه الشاشه. هتعمليه كده وتخليه عندك كده يبقى في برطمان تستخدميه بقى اي حاجه عايزه تعمليها بالبرتقال، كيكه او بسكوت هتحطي منها معلقه. حطيت كده على البيض، وبعد كده بنزل بيه بقى على الخليط واحده واحده كده، واضرب كويس، وهضربه كويس جدا لحد ما الخليط ده البيض ده يختفي تماما كده في قلب خليط الكريمه اللي عملناه بالسكر والسمنه. طب لو انت ما عندكيش مضرب هيبقى هتخلي الزبده يعني السمنه معاكي تبقى طريه قوي زي ما شفتوا كده في اول فيديو، وتضربي بقى بايدك كويس قوي، تقعدي تلفي بايدك كده السكر والسمنه مع بعض، تضربيهم بايدك كده كويس قوي كده حوالي ربع ساعه لحد برضو ما ياخدوا القوام اللي شفتوه ده، يبقى زي الكريمه كده. وبعد كده برضو هتنزلي بالبيضه واحده واحده وتضربي، تنزلي ببيضه وتضربي لحد ما البيضه تختفي معاكي، والتانيه والتالته لحد ما تخلصي كميه البيض اللي معاكي. وبعد ما البيض اختفى تماما كده خالص وبقى القوام زي ما انتم شايفين كده والعجينه خلاص البيض اختفى خالص، نزلت بقى بمعلقه كبيره ممسوحه من النشادر وكيس من البيكنج باودر، ونزلت بنص كوبايه كده من الزيت. هضرب بقى كويس برضو كده بالمضرب، وبعد كده هنزل بقى بالدقيق شويه بشويه. ولو انت ما عندكيش مضرب برضو هتكملي بايديكي، وبعد كده تنزلي بالدقيق حبه بحبه كده، وتعجني بايديكي كده لحد يعني مش هنعجنه بقى، هندعكه بس كده بايدينا لحد ما الدقيق برضو يختفي كده وسط القوام. انا هنزل كده بالدقيق شويه بشويه، هلفه بقى بايدي كده لما الدقيق يختفي تماما، وبعد كده هنزل بشويه الدقيق التانيين.
الخطوه دي محدش ياخد شويه كده من الكريمه ولا احطهم على جنب عشان احط فيهم شوكولاته، لا، او اللي هو الكاكاو. بعد ما بنخلص العجينه تماما كلها، بتاخدي حته كده زي ما انت ما عايزه وتحطي عليها الكاكاو، ولو حسيتي ان هي ناشفه شويه وبتشقق معاكي هتزودي لها معلقه او معلقتين من السمنه. هقلبهم بقى كويس كده مع بعض. بحطش اي سوائل، ما بحطش في البسكوت ولا ميه ولا لبن ولا اي حاجه، عشان ده بيخليه طري وبيرطب معانا. تمام، هو بكتفي بالسوائل اللي هي السمنه والزيت والبيض بس، وبيطلع معايا بسكوت ومقرمش وهش وحلو جدا. بصوا خلاص كده العجينه بقت جاهزه معايا. هبتدي بقى اجيب المكنه بتاعتي كده واركبها. طبعا احنا كنا زمان بنركبها كده في الطبليه، وبنقعد بقى بالصاجات كده والصواني بتاعتنا ونعمل. انا هعملها هنا، هركبها في الرخامه لما اعمل معاكم كده صاج او 2، وبعد كده هاخدها احطها بره في الطبليه واقعد بقى اكمل الكميه اللي معايا كلها. بصوا انا هنا خدت كده تلت العجينه، يعني خليت العجينه تلت وتلتين. خدت تلت وعملته كده بحوالي نص كوبايه من الكاكاو. لما عملت عجينه كده زي عجينه الشوكولاته زي ما انتم شايفين، هيبقى ده بسكوت شوكولاته او بسكوت بالكاكاو. ركبت بقى المكنه في الرخامه. طبعا انتوا هتركبوها في الطبليه زي زمان بقى، كنا بنحط الطبليه بقى كده ونقعد كلنا حواليها كده، نتجمع العيله كلها ونقعد بقى نعمل بسكوت ونرص كده في الصواني بتاعتنا. حطيتها انا بقى كده في الرخامه، وهحط الصاج وهبدا بقى ايه ان انا اشكل البسكوت. طبعا بتختاري الامواس بتاعه المكنه، بتختاري الشكل اللي يعجبك. اهم حاجه اختاري الشكل يكون مش رقيق قوي ولا برضو تخين قوي. تمام. طريقه البسكوت سهله جدا، ويعني ما تعقدهاش على نفسك، سهله جدا والله. يعني هتعمليها كده، الناس اللي بتعمل بره لا اتشجعي كده واعمليها في البيت، هيطلع معاكي في منتهى الجمال. انا بقى هعمل الصواني بتاعتي كلها كده. انا هنا عماله اركبها في الرخام ما نفعتش، فخدتها ركبتها بره في الطبليه وقعدت عملت كده الكميه كلها وحطيتها بقى في الفرن. حطيته على درجه حراره 180 على الرف الاوسط. لما خد لون ذهبي كده حلو وطلعته من الفرن، حاجه كده في منتهى الجمال. عملت الكميه كلها وهوريكم وهو طالع من الفرن. طالع اهو زي ما انتم شايفين، حلو جدا. عايزه اقول لكم الريحه تحفه، ريحته حلوه جدا جدا، ريحه برتقان كده جميله. بصوا جميل هش مقرمش، مش مكبوس كده ولا مكتوم، لا حاجه في منتهى الجمال. طبعا لو عايزين تعملوه اكبر من كده تمام، عايزين تعملوه اتخن من كده تمام، لكن انا بالنسبه لي كده حلو قوي، وانا كل سنه بعمله كده. الطريقه دي ماشيه عليها كده بقالي حوالي 4 سنين. بيطلع البسكوت معايا ممتاز زي ما انتم شايفين كده، مقرمش وخفيف كده وبيبقى جميل قوي. ده كمان اللي بالشوكولاته، بصوا بتاكلوه كده كانكم بتاكلوا قطعه شوكولاته، حاجه كده في منتهى الجمال. هقولك بقى على طريقه حفظه وازاي تحفظيه وازاي يفضل مقرمش كانك لسه عاملاه لحد اخر واحده. اهم حاجه تحتفظي بيه في مكان يكون مفيهوش تهويه خالص، تحتفظي بيه في قلب علبه محكمه الغلق، يعني ما يخشهاش هوا خالص. لو انت هتحطيه في كراتين يبقى حطي في الكرتونه دي كيس الاول، واربطي الكيس كويس جدا، وبعد كده اقفلي عليه الكرتونه. اهم حاجه ما يخشلوش هوا خالص، لان الهوا هو اللي بيخليه يرطب ويتطرى. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. سيبكم في رعايه الله، اشوفكم فيديو جديد على خير، واستنوا ان شاء الله الفيديو الجاي، فيديو البيتي فور. وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسيش تحطي لايك للفيديو وتشتركي في القناه لو اول مره بتشوفيني.